السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا حبايب قلبي، النهاردة بقى هعمل معاكم ايه. آم، بصوا كل يوم بنزل لكم الاكل وبنزل لكم اسعار الاكل عشان لو حد عايز يعمل فكرة او ياخد فكرة او كده يعمل. بصوا انا بعت مريم جابت من عند الراجل بتاع الخضار اللي على الناصية ب10 جنيه بطاطس، طماطم على خيار على فلفل اخضر، وجيب دي حاجة السلطة ب10 جنيه. جابت الكيسة والطبق اللي مليان عندكم ده، يعني هعمل سلطة مرتين، يعني يقف عليكي طبق السلطة ب5 جنيه. خلاص. لو مش عارفة تبعتي حد جيبي انت، يعني مثلا قولي بتاع السلطة، اللي بتاع الخضار عايزة ب10 جنيه حاجة السلطة. هو بقى بيحط لك، يعني بيحطك من كل حاجة كده على قد ايه، يعني مثلا ربع نص كده وبيديك الكيسة. هنا بقى بصوا انا بعمل الرز ببصله كده مع السمك المقلي. بحط ايه، يعني بصفر البصله كده بس بغمقها، هتشوفوا لونها دلوقتي بقى انا حطيت شويه سكر. بصوا ما تخافوش، انا كنت عامله زيكم كده، كنت بخاف احط سكر، بس لما دقته عند كانت اللي عاملاه بالطريقه دي مرات اخويا، لما دقته عندها لقيته حلو، بقيت على طول بقى ايه احط شويه سكر. انا كنت خايفه زيكم كده احط سكر، بس ما تخافوش حطوا. بصوا انا عارفه ان البوتاجاز عايز يتغسل، فمعلش اعذروني، انتوا عارفين ان انا بعمل روتين على طول، بس انا قلت ايه بعد ما اخلص الاكل عشان قالي سمك والطرطشه اغسله بعد ما اخلص. فانتوا عارفين طبعا ان ايدي في حاجتي وبتشوفوا الروتين اللي انا بنزله على طول. هنا بقى انا كنت قاليه سمك قبل كده فحطيت شويه زيت، وانا اصلا ما عنديش زيت زي ما انتوا عارفين، فباخد زيت ايه من اللي هو ايه باقي من الاكل، اللي هو يعني باقي من تحمير البطاطس بعمل بيه الاكل. بصوا الدنيا مزنقه على الكل والله العظيم، الحاجه غاليه خالص. انا نزلت بقى النهارده جبت كيلو سمك ب75 جنيه. جبت كيلو سمك 5 سمكات ب75 جنيه، وجبت نص كيلو رز ب15. هو مش ب15، هو كان ب13 ونص. فجبت بقى وعملت بقى عندي شويه دقيق، لو ما عندكيش دقيق هاتي ب5 جنيه. خلاص هي الاكله كلها هتقف عليكي ب100 جنيه. خلاص هي الاكله كلها هتكفي 3 افراد، لان ملك بنتي ما رضتش تاكل سمك خالص، عندها برد في معدتها، فهو هيكفي 3 افراد او 4 افراد بالكتير. خلاص. فالحمد لله الاكل كفى، والحمد لله كلنا وشبعنا وكان زي العسل. الكتير بيكفي والقليل بيكفي، واللي عايزه تمشي هتمشي، وانتوا كلكم اشطر مني، وبشوف ناس بتنزل فيديوهات توفير بصراحه، يعني حاجه وهم. انا شفت واحده بتتغدى ب20 جنيه، ازاي معرفش، بس والله العظيم انا بشوف فيديوهات يعني ببقى مستغربة هما مشوا ازاي بصراحة. وعلى فكرة يا جماعة في عناوين فيديوهات بتبقى كذب، انا والله بنزل الفيديو زي ما بيكلف بقول، يعني استحالة اجيب حاجة بسعر اغلى واقول لكم ده بسعر بسيط. لا، غطا الحلة دي موجود بس مش عارفة هو فين، فانا حطيت الغطا ده وخلاص. بصوا حبايب قلبي، بتوطي النار بقى بعد ما الرز يتشرب، بتوطي النار شمعة وتسيبي بقى الرز ايه يعيش مع نفسه بقى، وبتغطي وتسيبيه بقى مع نفسه. التقليب ده بيخلوش يلزق في القعر. وهنا بقى قليت السمك كده على نار عاليه، وبعدين وطيت النار وسبته مع نفسه كده، وعملت شويه سلطه حلوين يستاهلوا بقكم. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناه وتعملوا لي لايك وتزودوا عيلتي، وكل يوم هنزل لكم فكره اكل ان شاء الله تعجبكم وعايزه دعم بقى.